بص، انا اقول لك الزتونه بعد ما قعدت في البلد دي تقريبا اكتر من شهر ونص. هقول لك شويه حاجات انا فعلا نسيتها في مصر او ما كنتش عارف او عامل حسابي انها مهمه، وكنت شايف انها حاجه يعني اكيد الاقيها هنا، وللاسف هي فرقت جدا في حياتي، اتبهدلت بسببها. فلو انت مهتم اكتر عن الحياه في ابو ظبي ومهتم اكتر ان انت تسافر البلد دي وتحاول تقعد فيها فتره طويله، فالفيديو ده عشانك، وهديلك شويه خبره وتريكس وتريب يعني. بص، لايك شير سبسكرايب. تعالى اقول لك. طيب، اول حاجه لازم تاخدها معاك هي مكملات غذائيه او فيتامينز. والمالتي فيتامينز حاجه مهمه جدا، لان انت طول الوقت هنا بتعيش على المطاعم واكل المطاعم من بره. الاكل ده مش بيمدك بالمعادن والفيتامينات المهمه لصحتك، فممكن لا قدر الله يحصل لك دامج في صحتك او يجي لك عيا او برد. خلي بالك ان القطاع الطبي هنا غالي جدا، يعني انت لما تخش تسلم على الدكتور بس هتلاقي فيه 600 درهم سابوك ومشيوا. الاختراع ده اللي هو الكاتل، خاصه لو انت ساكن في سكن شير، غالبا او معظم الشقق اللي بتبقى فيها شيرنج كل حد بيبقى معاه كاتل بتاعه. وكمان ما تنساش تجيب الهيتر اللي ممكن تسخن او تعمل عليه اكل وشرب. فما تنساش تجيب معاك طاسه او حله تسخن فيها الاكل بتاعك، وكذلك طبق تاكل فيه، معلقه وشوكه وسكينه يبقوا بتوعك، ودول اساسي. وما تخافش، السكينه لو محطوطه في شنطه الهدوم بتاعتك مفيش اي مشكله فيها في المطار. حاجتين بقى انت ممكن تبقى شايفهم ان هم عاديين وبديهيين، ممكن يبقوا موجودين في اي مكان في الدنيا، وهو المخدة وبطانية. هتقول لي طب انا لو جيت في الصيف اجيب بطانية ليه؟ ما الدنيا نار. ببساطة انت هنا عايش على المكيفات داخل الغرف بتاعتك، والمكيف ما بتقدرش تتحكم فيه الا لو انت واخد فندق، وفندق يعني رقم كبير. فبما انك هتقعد فترة طويلة فهتقعد في غرف او هتقعد في سكن شير. خلي معاك جاكيت يبقى بكم ويبقى موسمي كده، ما يبقاش تقيل وما يبقاش خفيف. واكيد لو قلنا غطا يبقى اكيد برضو احنا محتاجين فرش ننام عليه. خده معاك يا نجم. خلي بالك انه القطن هنا عملة نادرة، ولو انت عايز تشتري اي حاجة قطنية زي التيشيرتات او الهدوم الداخلية بتاعتك مثلا هتدفع فيها ارقام كبيرة، لانه القطن هنا مستورد مش زي عندك في مصر. استثمر جدا في الملابس الداخلية بتاعتك من مصر، وخاصة القطنية، سواء التيشيرتات او الهدوم الداخلية او الشرابات. وافتكر ان انا قلت لك اخر حاجة بقى، لو تقدر ان انت تجيب اكل فروزن معاك يبقى جاهز على الطبيخ على طول، اعمل كده وما تترددش ابدا. الاكل هنا التيست بتاعه وطعمه مش زي مصر نهائيا. انت هنا الاكل شكله حلو ولكن طعمه تيستلس. مش محتاج اقول لك ان المواصلات هنا غاليه جدا، ولو اعتمدت على التكوسه فهيتخرب بيتك. فاول ما تنزل الامارات او ابو ظبي او دبي، الكارتين دول لازم تعملهم فورا. كارت نول هو بيضمن لك ان انت تركب من الباص ستيشن، الباصات او السوبر جيتس اللي بتسافر من والى الامارات، يعني خط ربط ما بين كل اماره وكل جزيره والاخرى، المسافات الطويله يعني. وكمان بيضمن لك ان انت تركب المترو في دبي، ده هيوفر عليك كتير جدا. هو تقريبا ثمنه 30 درهم، ولكن بيطلع مره كل 5 سنين، وتقدر تشحنه من اول 10 درهم فيما فوق. اما بقى الكارت التاني بتاع حافلات، تقدر تركب اي اتوبيس من قدام البيت بتاعك، وهتدفع بس 2.5 درهم على المشوار ايا كان طوله، وايا كنت انت راكب منين ونازل فين. ودي حاجة هتسيبك جدا. خليني اديك هنت بسيط عن انك لما تركب التكوسة هتدفع كام. اقل تاكسي فتحة العداد بتاعته ب 12 درهم ايا كان المشوار بادئ منين وهينتهي فين، فتحة العداد بس. فالكارتين دول مهمين قوي 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 تعملهم. اما بقى لو انت جاي فيزيت ومش قاعد كتير يعني في البلد، فانصحك وانت نازل من المطار وما تغلطش الغلطه بتاعتي، والصراحه دي بهدلتني جدا، ان انت تخش المطار تدور على شركه دو او شركه اتصالات تاخد خط سياحه. خط السياحه تقريبا بيكون ب 100 درهم، وبيدي لك عدد دقائق دوليه، وكمان بيدي لك انترنت يومي او حسب الباقات اللي انت ممكن تعملها. طيب لو انت سبت المطار ونزلت البلد فعلا، مش هيرضوا يطلعوا لك اي خطوط طول ما انت فيزيت او جاي سياحه، وهيقولوا لك ارجع المطار لاي مكان من شركة اتصالات وخد الخط بتاعك من المطار. فاوعى تغلط الغلطة دي والله. او سابني ومشي. اظن بقى مش محتاج اقول لك برضو على الاختراع اللي اسمه مكوى ده، وانك تجيبه صغير قدر المستطاع، وحاول يبقى عندك سطح
ناشف معاك تاخده من البلد، لان انت في البدايه مش هتلاقي اي شيء تعرف تكوي عليه. استنى اوريك انا عملت ايه. محتاج يبقى معاك سطح زي ده على فكره برواز عادي جدا، ولكن استخدمته مع المكوى، والصراحه البرواز ده فادني جدا ان انا احطه على رجلي اعرف اشتغل واحط اللابتوب عليه واعرف اشتغل واعمل شغلي، اكوي عليه، اكل عليه. سطح زي ده لو معاك اصلا في شنطتك هيوفر عليك حاجات كتيره جدا. اكيد برضو محتاج شنطه كروس زي دي عشان على طول تحط فيها الهويه بتاعتك او الباسبورات بتاعتك والكروت بتاعتك وكل متعلقاتك الشخصيه هتبقى في شنطه كروس زي دي. وفي النهايه انا شريف ودي خبرتي وهو ده اللي حصل معايا، فممكن يبقى انت ظروفك مختلفه عني شويه، ولكن انا بحاول انقل لك خبرتي في البلد دي خلال شهر ونص. ولو حابب انك تعرف اكتر عن الامارات او ابو ظبي اكتب لي في كومنت وهرد عليك بكل التفاصيل. تنساش بقى سبسكرايب، ده انت ايه ده.